السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم قريشلات حلوين ديال عيشوره بالنافع والزنجلان. كيجيو لذاذ، كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله. كنحتاج لهم في المقادير: عندي كيلو ديال الطحين ديال الفورس اللي غربلته من قبل، عندي ربعه ديال السنيده، كاس ما بين الزيت والزبده باش يجيو رطبين، اللي بغاهم يجيو قاصحين شويه كيدير على الزيت. عندي 2 بيضات، عندي نص خماره، عندي 2 فاني، 3 المعالق ديال الحليب غبره، عندي 4 المعالق كبار ديال الزنجلان اللي حمرته من قبل، عندي 2 معالق ونص ديال النافع اللي حمرته من قبل، عندي الملحه غير شويه، وفي الاخير عندي الماء، غير الماء العادي ماشي دافي، ولي باش غادا نعجن ونجمع العجين. وغندوز باش نوجد العجين معكم. غناخذ قصريه ندير فيها الفورس، ندير واحد الحفيره الوسط، غنحط فيها السنيده، فاني، غندير الزنجلان اللي حمرته من قبل. انا كنكثر الزنجلان هنا، كنبغي البنه ديال الزنجلان تجي بزاف باش ما يجيش غير عجينه. غندير 2 معالق كبار ونص ديال النافع اللي محمر حتى هو من قبل. غنضيف الحليب غبره، شويه ديال الملح، غنضيف نص خماره اللي غربلتها، غنضيف 2 بيضات، غادي نخلطهم، نزيد الزبده والزيت، صافي كنخلط هاد العناصر، ومن بعد كنجمع بالماء عادي، غير الماء ديال الروبيني ماشي الماء دافي. كنبقى نجمع حتى كنحصل على عجينه رطبه ما كتلصقش في اليد. ها هي من بعد ما جمعتها كيف كتشوفوا العجينه رطبه وما كتلصقش. غادي نجيب موس ونحاول نقطعها لطريفات صغار بحال هكذا باش كنتغلب عليها دغيا كتوجد. كنقطعها بحال هكذا وغادي نحطها على جنب، نغطيها ببلاستيك ونحطها على جنب حتى كنبدا نخدم بها. انا غادي نكمل هذا الشيء وغنعاود نرجع لكم من بعد. ها هي من بعد ما كملت كندهن البلاصه اللي غنخدم فيها بشويه الزيت، وكنطلق العصيات اللي درت من قبل بشكل رقيق حيت مازال غادا تنفخ لينا في الفران. كنطلقها وكنحطها كترتاح شويه، عاد كنعاود نقادها وغنخدم بها من بعد. بهذا الشكل تقريبا غادي نحطها على جنب ونكمل باقي العجين حتى كنكملو كامل. عاد كندوز باش نقطع. دابا من بعد ما كملتهم غنجيب اللاطه اللي حاطه فيها الورق الغذائي وكنبقى نقطعهم بحال هكذا بشكل رقيق
نقطع بحال هكذا ونعاود نقلب العجينه باش ما تعرضش ليا. وكيبقى السمك ديالها رقيق، غنقطعها بحال هكذا رقيقه. غنكمل باقي العجين حتى كتعمر ليا اللاطه. ها هو العجين من بعد ما كملته. غادا ندخلو الفران، كنشعل عليه من التحت حتى كيتحمر، وكنهبطو باش كيتحمر ليا الوجه ديالو، وكنبقى مره كنحرك فيه باش يتحمر مقاد. من بعد ما نخرجو غنوريكم الشكل ديالو. ها هو الشكل ديالو من بعد ما خرجت ليا اللاطه من الفران. كيجي محمر وكيجي بنين، كنتمنى يعجبكم. ورا دغيا كيتحمر في الفران، ما نغفلوش عليه، نحاولوا ما نغفلوش عليه. هذا هو الشكل ديالو النهائي من بعد ما درتو في صحن التقديم. نتمنى يعجبكم وتجربوه. الى عجبكم اشتركوا معنا في القناه وخليونا لايك وتعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه مقبله.